يعيش الشارع الكروي الجزائري هذه الأيام على وقع ترقب كبير وقلق متزايد في ظل البحث المتواصل عن الحقيقة الكاملة لوضعية الإصابات داخل صفوف المنتخب الجزائري، خاصة بعدما تحول معسكر مارس 2026 إلى محطة حاسمة ومفصلية في مسار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026. هذا المعسكر يكتسي أهمية خاصة، ليس فقط من حيث التوقيت، بل أيضا بسبب الحديث المتزايد عن برمجة مباريات ودية قوية خارج الديار، ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المنتخب وجاهزيتهم الفنية والبدنية. وفي الوقت الذي يواصل فيه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش العمل على توسيع دائرة الخيارات ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين بهدف بناء مجموعة متوازنة وقادرة على المنافسة، جاءت موجة الإصابات الأخيرة لتربك الحسابات وتضع الطاقم الفني أمام تحد معقد. فالسؤال المطروح اليوم بقوة هو: كيف يمكن الحفاظ على الانسجام الجماعي والاستقرار التكتيكي في ظل احتمالية غياب أسماء وازنة تشكل ركائز أساسية داخل المنتخب؟ وتشير المعطيات المتداولة إلى وضعيات صحية مقلقة تخص عددا من اللاعبين، وفي مقدمتهم يوسف عطال، بعد إعلان نادي السد القطري تعرضه لقطع في وتر أكيلس، وهي إصابة تعد من أخطر الإصابات في كرة القدم، وغالبا ما تتطلب فترة غياب طويلة، ما يفتح باب التساؤلات حول إمكانية لحاقه بمعسكر مارس ومدى جاهزيته للمشاركة في المواعيد القادمة. من جهته، يمر جوان حجام بمرحلة تعاف دقيقة بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الكاحل، وسط تقديرات أولية تتحدث عن غياب قد يصل إلى 3 أشهر، وهو ما يجعل عودته في الوقت المناسب مرتبطة بتطور حالته الصحية ومدى استجابته للعلاج وبرنامج التأهيل. ولم تتوقف المخاوف عند هذا الحد، إذ أثارت وضعية سمير شرقي بدورها الكثير من القلق في ظل تقارير تشير إلى تمدد فترة غيابه بسبب إصابة عضلية وتأخر عودته للمنافسة الرسمية، ما قد يؤثر على حضوره الدولي في الفترة المقبلة. وفي السياق ذاته، يتواصل الحديث حول إصابة إبراهيم مازا على مستوى الركبة، حيث أعلن نادي باير ليفركوز أن اللاعب يعاني من مشكلة بدنية وصفت بالطفيفة استدعت منحه فترة راحة، غير أن هذا النوع من الإصابات يبقى دائما حساسا، خاصة عندما يتعلق الأمر بلاعب شاب يعول عليه كثيرا في مشروع المنتخب على المدى القريب. وأمام هذه المستجدات المتلاحقة، يجد فلاديمير بيتكوفيتش نفسه مطالبا بإدارة هذا الملف بحكمة وذكاء، متابعة دقيقة ليوميات المصابين، تفادي التسرع في إعادتهم إلى المنافسة، وفي المقابل العمل على تجهيز البدائل وضمان الجاهزية في المراكز الحساسة حتى لا يجد الخضر أنفسهم أمام فراغ مؤثر. وتزداد أهمية هذا العمل في حال تأكد رسميا برنامج الوديات القوية خلال نافذة مارس، والتي تشير بعض التقارير إلى إمكانية إجرائها أمام منتخب أوروغواي، إلى جانب منافس ثان قد يكون ما بين كوستاريكا أو إيران، في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل البرمجة النهائية.